رسميا تم تحديد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري الأبطال. بصح شكون عندنا الغيابات وشكون المهددين بالإيقاف؟ وقبل كل شيء عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. نبدأ بموعد مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء 7/4/2026، وراح يكون على الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر. والإياب راح يكون على ملعب الأليانز أرينا يوم الأربعاء 15/4/2026، وأيضا على الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر. إذا تأهلت ريال مدريد راح يواجه المتأهل بين ليفربول وباريس. بصح الذهاب هذه المرة راح يكون على أرض الخصم، والإياب راح يكون على ملعب سانتياغو برنابيو. والحاجة اللي تأكدت رسميا غياب كورتوا ورودريغو بسبب الإصابة، ولو أنه البارحة طلعت أخبار تقول باللي كورتوا ممكن يشارك في الإياب، بصح للأسف تأكد رسميا غياب كورتوا. أما باقي الفريق راح يكون حاضر إذا ما صراش إصابة جديدة، وإن شاء الله ما تصراش. وبالنسبة للمهددين بالإيقاف هنا راه الكارثة الكبيرة. عندك فيني ومبابي في الهجوم، عندك تشواميني وبيلينغهام في خط الوسط، وعندك هاوسن وكاريراس في خط الدفاع. وراح تتلغى جميع البطاقات الصفراء في النصف النهائي. بصح أي لاعب من هادو إذا تلقى بطاقة صفراء من مباراة الإياب مش راح يلعب ذهاب نصف النهائي. وريال مدريد بمن حضر هلا مدريد.